الله وبركاته. نحييكم من قناة محمد الحجاج عاشق الكيان، ونقدم فيديو جديد وحلقة جديدة. موضوع الحلقة: بركوا الإمام وهنوا وبسطلانة غنوا، ما يجي الأهلي إلا الموعودين اللي فازوا بدعاء الوالدين. مبروك لإمام في الأهلي، مبروك لإمام وصل لغاية 99%. الصفقة هتكتمل. قبل ما نبدأ حلقتنا فضلا وليس أمرا تعمل لايك للفيديو ومشاركة للقناة وتعالج بذكر الله، وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا. بدأت الرتوش يعني قاب قوسين أو أدنى، يمكن أقل من قوسين، زي قرب درع الدوري ما يجي الأهلي باقي نقطتين، وكان ماتش كذلك. الأهلي خلاص بالنسبة للأهلي، والتفاوض طبعا مع فريق ميتلاند الدنماركي، مبالغ اتفقوا كله. كانت الطريقة ان هم كانوا عايزين الأهلي ياخد إعارة وبعد سنة بنية البيع بنية الشراء. فطبعا ميتلاند عاوز، لأنه ميتلاند متفق مع لاعب في أوروبا مكان اللي كان فيه خط الوسط مكان إمام عاشور، واللاعب أزيد من إمام عاشور بالسعر شوية في إحدى الأندية الأوروبية. فطبعا نتكلم فيه من ساعة إمام ما جه مصر وبدأ يعني يبعتوا له إنذار في إنذار، بدأوا يفكروا بأن هو مش هيقدر يتماشى معاهم نفسيا ولغويا، ما قدرش يتعايش. فعشان كده هو كان مالي نظرهم خالص، وحابينه وعايزينه، ولاعب سنه صغير وهيجي، لكن لقيوا ان هم هيختاروا اللاعب لو جه العوامل النفسيه مأثره معاه. ففكروا ان هم يجيبوا لاعب تاني، ودخلوا على اللاعب خلاص وبدأوا عايزين فلوس. فقالوا احنا هنبيع نقد، حتى لو المبلغ اللي دفعناه ناخده بالظبط، بس نبيع نقد. ده اللي حصل. وفي راجل مليونير يعني من محبين النادي الأهلي، وله نادي هناك في أوروبا، هو اللي كان له معارف في نفس الإدارة بتاعت ميتلاند. فدلوقتي كل التوقف على طريقة الدفع. يعني مثلا 3 مليون دولار الأهلي عاوز يدفعهم على 4 دفعات. النادي بقى بيقول لك أنا عايز نقد توصل ل 200%، 75%، ل 60%. يعني يدفع 2 مليون وباقي مليون على دفعة ولا بتاع. يعني في تفاوض بقى في طريقة الدفع. هو النادي زي ما هيتفق في التفاوض طريقة الدفع بتاع اللاعب الأوروبي، هيتفق ويوافق مع الأهلي. لو وافق ديك هيبقي أو على دفعات، ده هيبقي على دفعات. وبإذن الله إمام كل حاجة خلص، وهيكون الإعلان بإذن الله بعد مباراة القمة بإذن الله. أما السعر والفلوس، أنت عارف إن الأهلي، لا الأهلي ولا ميتلاند هيقول السعر كام ولا كام شيء، ما حدش هيعرف الفلوس. هي في حدود اللي خدوه أو زيادة شوية. يعني هو كان متاخد ب 2 مليون أو و700 تقريبا، أو 750 يورو، مش دولار. يعني ما يعادل 3 مليون إلا حاجة بسيطة. 3 مليون واللي خده إمام. ممكن إمام لو له باقي، ممكن إمام يتنازل ويبقى معاملته مع الأهلي لو له باقي فلوس هناك، لأن طبعا الموسم لسه ما خلصش وله باقي. ممكن إمام برضه، إمام غاوي إن يجي الأهلي لحاجات كتير. إمام ما اتنططش على الزمالك. إمام أول ما رجع مصر راح للزمالك وعرض نفسه، قالوا له احنا ما معناش فلوس، خلص نفسك وتعالى. وطبعا خلص نفسه وتعالى، هيجيب منين؟ فهو طبعا كان قدام الأهلي وبيراميدس، فالأهلي كان أفضل له. الأهلي بيلعب في بطولات دولية وكأس عالم أندية، وبيلعب أو بطولة الأفريقية بالأندية اللي قالوا عليها ديت، و2025 في بطولة كبيرة. وبعدين الأهلي كما لاعب هو هنا في الأهلي، مروان عطية لاعب كم ماتش بقى في فريق منتخب مصر. طبعا إمام عاشور هيلاقي مكانه حجزه في منتخب مصر لو في الأهلي، انما ممكن في اي مكان تاني غير الاهلي والزمالك مش هيروح منتخب مصر بنفس السرعه.
وبعدين هو لو قعد في ميتلاند هناك مش هيلعب كتير، يبقى ما حدش هيستدعيه للمنتخب، وهو عايز الباترينا اللي يتعرض فيها. واحسن باترينا دلوقتي الاهلي بقى عالمي. دول اوروبا ودول كلها والفرق كلها والانديه بقت بصت الاهلي بقى رصيد. فالاهلي باترينا عاليه، حتى لو تنازل كان بياخد 30 وياخد 20، لا ال20 بس ال20 دخل باترينا كبيره. يعني اللاعب اللي بيجي الاهلي في الباترينا خلاص، اولا هيحجز مكان بعون الله لو استدام في اللعب ونسبه مشاركه حلوه باذن الله، ربنا يكفيه شر الاصابات. حجز مكان في المنتخب. باترينا للعرض مثلا بعد كده. الاهلي نفسه هو باترينا للعرض في الدول. اديك شايف كل اللعيبه بتوع الاهلي، بيرسي تاو، اليو ديانج، ولاعيبه عايزينها في الدول العربيه وعايزينها في اوروبا. فده كله بيبقى ايه؟ رفع سعر، لانه دخل في مستوى تاني مع فرق كبيره بتنافس. فألف مبروك، وخلاص الموضوع على خطوات. واحنا عارفين ان الاهلي ما بيقولش لما الموضوع بيقطع عرق ويسيح دمه، بعد سياح الدم يبدا يقول. الاهلي مش هيتكلم دلوقتي حتى لو خلص، والراجل الملياردير اللي هو داخل في الصفقه، لان الصفقه بادئه من يوم ما جه الطلب بتاع حمدي فتحي. كولر قال لا ما سيبوش، عايز بديل. فالفكره راحت لامام عاشور، او قال لهم لو واحد اوروبي واجنبي في المكان ده فالاهلي قال لك هجيب الاجنبي، هياخد واحد من الخمسه اللي انا محتاجهم، وبرضه هيجي بالدولارات، وما اضمنش ان هو هينجح او يفشل او ما يأديش، لان ممكن اللاعب في مكان يجي يتنقل في مكان يبقى مش زي المكان اللي هو فيه. ففكر في امام عاشور، لاعب قدامنا وبيلعب معانا وعارفينه، فده حتى لو خد ما يقارب للاعب خط الوسط اللي هيجيبه الاجنبي، بس امام عاشور انا مجربه وانا عايزه وهو غاوي. وكان الحقيقه ان اللاعب لما ما راحش الزمالك ما رضيش يروح اي مكان تاني، كانت رغبته الاهلي. ليه؟ لان بقول زي ما قلنا لحضراتكم ان دي الفاترينا الكبيره اللي يعرض نفسه فيها، وله مستقبل في اوروبا وفي دول الخليج، وله مستقبل. فعشان كده امام عاشور حتى تصور بالفانيلا بتاعه الاهلي اللي انا عارضها في اول الفيديو. وزي ما بقول لكم الاغنيه بركض امام وهنوا وبسطلانا غنوا، ما يجي الاهلي الا الموعودين اللي فازوا بدعاء الوالدين. كيان الكبير يستاهل كل خير، واي لاعب بيجي الاهلي بيكبر. الاهلي كبير وكيان كبير بيكبر اللي بيجيه، واللي بيلتزم بمبادئه وقيمه واخلاقه. بس اضيف الكلمه دلوقتي بعد الاهلي مكان. الاهلي تاريخ مكتوب على كل الانديه دلوقتي اللي اتفتحت، تاريخ، مبادئ، تقدم. يعني تاريخ ومبادئ والتقدم، التطور قصدي، مش تقدم، تطور. تاريخ، مبادئ، تطور. ده الاعلام الجديد بتاع الاهلي، لان التطور له اسبقيه بكل شيء، حتى بعد الانديه الكبيره بقى بيسابق، هو فوق بيسمو بتاريخه وبمبادئه وبالتطور اللي هو التكنولوجيا، اعلى تكنولوجيا معاه. قبل ما نختم حلقتنا، فضلا وليس امرا تعمل لايك للفيديو ومشاركه للقناه وتعلق بذكر الله. والى اللقاء في حلقه جديده من قناه محمد الحشاش عاشق الكيان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.